اليوم تقدر تشري ارض ديال فيلا في المغرب وتبنيها وتقام عليك المشروع كامل ب 150 مليون سنتيم، ولكن غير بشرط واحد: ما يخرج لك حتى درهم ما كنتي تحسبه من النهار الاول. حيت اللي ما كيديرش هذا الحساب كتوصل ليه التكلفه حتى 300 مليون سنتيم والشانطي كيبقى محلول. الفرق راه ماشي في المبلغ بوحدو، الفرق كيكون في الحساب من النهار الاول. ونفس هذا الحساب كيتبدل على حسب الموقع وعلى حسب الحجم ديال الفيلا، حيت كاين فرق كبير ما بين واحد باغي يبني فيلا بسيطه مدروسه ومتحكم فيها وما بين واحد باغي يبني فيلا كبيره وبلا تصور واضح. وهذا الفرق ما كيبانش النهار الاول، كيبان نهار كيبدا المشروع. ومن هنا كيبدا الفرق الحقيقي: واش المشروع ديالك غادي يكتمل حدود الميزانيه اولا غادي يبدا يخرج عليك خطوه بخطوه. واليوم غادي نبين لك بالضبط فين كيغلطوا الناس في البدايه، وعلاش نفس المشروع يقدر يكلف 150 مليون سنتيم اولا يطلع لك حتى 300 مليون سنتيم، غير على حساب كيفاش بديتيه النهار الاول. باش نكون معك واضح، راه 150 مليون سنتيم ماشي غير كلام. كاين حالات اليوم في المغرب فين فعلا تقدر تشري لو ديال فيلا وتبنيه وتكمل المشروع ديالك كامل في هذه الحدود. هادشي كيبان خصوصا في مدن متوسطه ولا في بعض المناطق اللي قريبه للمدن الكبيره.